فيديو النهارده يا جماعة مهم إن شاء الله. يا ريت تتابعوا الفيديو للنهاية. صراحة يا جماعة في ناس كتير بصراحة، يعني الواحد زعلان منها بصراحة، تخش على الفيديوهات توجع في الفيديوهات. الواحد بينزلها وبيتعب فيها عشان خاطر الناس تتفرج والناس تتعلم والناس تفهم الأدوية بتتحط ازاي، عشان الناس ما تخسرش بال700 جنيه وبال1000 جنيه. الواحد بيتعب نفسه وبيعمل فيديوهات وبينزل فيديوهات وبيكلف نفسه نت ورصيد عشان خاطر الناس تتعلم، وفي الاخر الناس تبص اخر اول 30 ثانيه في الفيديو تلاقي الناس مشيت، وبعد كده تسالنا في التعليقات: انا البط عندي بيموت اعمل ايه؟ انا البط فيه عنده اسهالات اعمل ايه؟ انا البط فيه عنده اسهالات اسهالات بني، الفراخ عندها فيها اسهالات حمراء، مش عارف ايه، في البط الفراخ عندي بتموت اعمل ايه؟ ارجوك رد عليا. طب ما تقعد يا جماعه تقعدوا تتعلموا. انا زعلان عليكم، اللي بيخسر 1000 واللي بيخسر 700 جنيه وبيخسر 2000 جنيه في قلب الدورة. انا زعلان عليك. ليه تخسر؟ ما تقعد تتعلم، اسمع كمل الفيديوهات، اسمع الفيديوهات للاخر. الناس بتوجع الفيديوهات في قلب القناه عشان الناس ما تتعلمش. يعني في فيديو عندي جايب 39,000 مشاهده، وعشان في فيديو فيه حاجات ميته يا جماعه، في بط ميت في الفيديو. ليه؟ ليه الناس تتفرج على الحاجات ديك من امور صعبانيات يعني؟ ليه ما تتفرج على الحاجه اللي تعلمك؟ اتفرج على الحاجه اللي تتعلم منها، اتفرج على الحاجه اللي انت هتتعلم منها ان انت ما تخسرش. ان انت مثلا يعني انا منزل فيديوهات عن البرد، منزل فيديوهات عن الاسهالات. الفيديوهات دي كلها الناس موتتها بسبب ان الناس اصلا بتخش تبص على 30 ثانيه وبتمشي. انا مش بجبر حضرتك، انت دخلت بصيت على الفيديو صح؟ يعني الفيديو الفيديو المحتوى مهم بالنسبه لك صح كده؟ يعني الفيديو ده هو مهم بالنسبه لك، يبقى انا خلاص هخش عليه، يبقى اكمل الفيديو، يمكن اتعلم منه حاجه في اخر الفيديو. يعني انا لو في اخر الفيديو في حاجه ناقصه عليا انزل اكتبها في التعليقات: انت عملت الحاجه الفلانيه دي ناقصه عليا، مش فهمتهاش كويس، انت الحاجه الفلانيه دي عملتها وقلتها غلط. مثلا لو انا قلت لك على حاجه غلط، لكن انا ما قلتش على حاجه غلط. ده في ناس ما بتردش على التعليقات، قنوات والله 250 ألف مشاهدة، 250 ألف مشترك، ما بتردش على القنوات. الناس بتعاني من عدم الرد. يعني في ناس كتير بتعاني من عدم رد القنوات الكبيرة عليهم. بنرد عليهم، بخش اتفرج على القناه دي والقناه دي وعلى القناه دي والقناه دي عشان ارد على ناس صعبانه عليا. اللي كل يوم بيخسر ده صعبان عليا، اللي كل ما يجيب دوره لاهل بيته عشان خاطر ياكل منها ويشرب منها وبيدفع فيها دم قلبه صعبان عليا. ليه تموت عندك؟ طب ما تقعد تتعلم، اقعد اتفرج على فيديوهاتك، الفيديو من اول للاخر، يمكن تطلع منه بمعلومه كويسه عن البرد، معلومه كويسه عن الاسهالات اتعامل معاها ازاي. انا بربي كل يوم، مش بربي على طول، مش بربي يوم واقطع يوم. كل بيت بيربي الفراخ وبيربي البط وبيربي كل حاجه. يبقى انا خلاص اقعد اتعلم. ما اروحش اتفرج على الفيديو اول 30 ثانيه واجري وبعد كده ابتدي اسال في التعليقات، وبعد ما اسال في التعليقات اما الاقي صاحب القناه ما بيردش عليا بزعل منه. يعني قناه فيها 250 الف مشترك ما بيشوفهاش غير 2000 واحد و1000 واحد لعدم الرد على الناس. انا حاطط لحضرتك رقم واتس تراسلني عليه عشان خاطر لو الامر عندك صعب شويه. ليه تخسر 700 جنيه؟ ليه تخسر 1000 جنيه؟ ليه؟ انت حضرتك ممكن تكتب لي، تبعت لي الصور لمغزى البراز بتاع البط بتاع الفراخ بتاع اي حاجه عندك، واقول لك هات الدواء الفلاني عشان خاطر اسعف لك الامر، عشان خاطر ما فيش حد تموت عندك. انا بزعل على الكلام ده. يعني البط اللي قدامك ده النهارده بيبيعه ب 120 جنيه، لما اوديه لزبون ويموت عند الزبون ما انا هبقى زعلان. انا بكتب للزبائن زي نظام روشته كده، الناس بتروح تشتريها عشان خاطر لو البط فيه مشكله ولا بتاع، يبقى خلاص يبقى هم بيعالجوا، يبقى ما يجراش عندهم مشكله، يبقى واحد دافع 1000 جنيه ولا حاجه في قلب البط غير الاكل غير الشرب ويروح يخسر. انا زعلان على خسارتك. آه الدعم دوت انا مش عايز، انا مش مستني حاجه من رفع الفيديوهات، انا بتعب نفسي عشان خاطر الناس تتعلم. انا مش مستني حاجه من رفع الفيديوهات، انا ممكن ما ارفعش فيديوهات، انا بعرف اربي البط كويس، بعرف اربي الفراخ البيضاء كويس، وعندنا ما يثبت كده على القناه، موجود على القناه ما يثبت ان الواحد بيعرف يربي البط وبيعرف يربي الفراخ وبيعرف يربي بفضل الله اي حاجه. احنا بقالنا اكتر من 7 8 سنين شغالين، فقلنا ان احنا نعلم. اما لقيت الناس بتشتكي على النت وعلى الفيسبوك، قلت لا، نعمل فيديوهات الناس تتعلم. حرام الناس الواحد يبقى عارف والناس مش عارفه، والناس الحاجه عندها بتموت. يعني اكتريه الناس اللي بتشتكي على الفيسبوك بتشتكي ان البط بيعض في بعضه. الناس تقول لها قص المنقار، لا يا استاذ ما تقصش المنقار، ربنا خلقه بالمنقار بتاعه، ما تقصهوش. انت ما تقصش المنقار. تقص المنقار ليه؟ تقص المنقار ليه؟ ما تحط له بودرة بلاط، حط له هيسيلينيوم. فين الادويه؟ فين ادويه؟ فين موجوده ادويه للكلام دوت؟ انت اللي ما بتستخدمهاش، انت اللي مكسل. ليه تقص المنقار؟ منقار تقصه ليه وتعجز البطايه عن الاكل لمده اسبوع، وده يعمل معاك مشكله.
ان البطايه اصلا خست. ده البطايه خست بقص المنقار، البطايه خست. ناس كتير بتقص المنقار، لا انا ابتدي معاهم بالمظبوط. عايزه بودره بلاط تاخد بودره البلاط. الناس اللي عندها الفراخ البلدي بتاكل البيض، يا جماعه ده نقص كالسيوم. نقص كالسيوم، عايز بودره بلاط. بودره البلاط غنيه بالكالسيوم. احط لهم هوسيلونيوم. الهيسيلينيوم برضو اللي بينشط الفراخ على البيض، ونفس الكلام برضو بيزود الكالسيوم. اشتغل يا جماعه بالادويه البيطريه. الناس اللي بتروح واحد عنده البط بيموت ويقول له حط اعشاب، حط ليمون وشاي، حط شيح. يا جماعه الشيح والليمون والشاي كل الحاجات دي يا جماعه وقايه ومش علاج. الوقايه وضع والعلاج وضع. العلاج انت الطائر البكتيريا بتنهش في الامعاء بتاعته، وانت تقول لي حط اعشاب ازاي اشتغل بالاعشاب؟ اشتغل بالاعشاب من بدايه الدوره لاخر الدوره مفيش مشكله، اذا كان الامر مفيش مرض. لكن في حاله المرض قلنا يا جماعه كذا مره في القناه ده، قلنا في حاله المرض يا جماعه لازما اشتغل بالادويه البيطريه، بحيث ان انا اجيب مع المرض بسرعه. المرض الدواء يستجيب مع المرض بسرعه. مش ان انا اروح احط اعشاب وافضل الفراخ ولا البط ولا اي طائر يفضل تعبان بالعشر ايام و15 يوم، والطائر بيتنهش في لحمه وفي الاخر هيموت. هيموت بسبب حضرتك بتشتغل غلط. انت بتشتغل غلط. حضرتك ما عندكش وقت انك تسمع وتتعلم من الناس. ما عندكش وقت. انت حضرتك الناس بتتعب وتنزل فيديو بال10 وال15 دقيقة وبال20 دقيقة عشان تعلم حضرتك، وحضرتك مش مهتم، غير مهتم، وترجع بعد كده تقول ده انا خسرت. طب ليه انت تخسر من البداية؟ ليه ما تشتغل مظبوط؟ عند استلام الدورة قلنا انت تعمل كذا وكذا وكذا وانت بتستلم الدورة، وتحط الدواء كذا ودواء كذا. عن بقية الدورة ماشيين معاك يوم بيوم، واعمل كذا وكذا وكذا. محتاج انت ايه اكتر من كده؟ اشتغلت ولقيت في حاجة غلط في الشغل، اكتب لي يا عم في التعليقات انت غلطت في الحاجة الفلانية وانا البط عندي مات بسببك. انا مش هتابعك. الناس كلها هتشوف، الناس كلها هتعرف. لكن انا ما غلطتش معاك. انا بنزل لك على طول، بنزل لك الادويه المظبوطه، وبنزل لك على طول، بدل ما اقول لك اشتغل باعشاب واضحك عليك زي الناس اللي بتضحك على الناس بره. اشتغل بالاعشاب وهتجيب مشاهدات. انا مش لازمني مشاهدات على الفاضي. مش لازمني فيديوهات بتاعت الاعلاف وتبديل الاعلاف الناس منزلاها جايبه مشاهدات، والله في مشاهدات بالمليون مشاهده. ليه؟ عشان ضحك على الناس. طب الناس اللي جربت بقى الاعلاف دي كلها، اللي هو زي البطاطا، تحط البطاطا. طب البطاطا دي جزء يا جماعه في الاعلاف، يعني احط منها جزء على العلف. لكن انا احطها بشكل كل للبط والطيور وللفراخ عشان تجيب معاك نتيجه، استحاله تجيب معاك نتيجه. استحاله تجيب معاك نتيجه. لازما العلف مع تخلط مع اكل مفيش مشكله لاي طائر في العمر الكبير مش في العمر الصغير. لكن انا اي واحد ينزل اي فيديو خلاص هو كده بقى بيطري، هو كده بقى معلم، هو كده بقى الناس تاخد منه، الناس تخش تكتب له في التعليقات وهو ما بيردش عليهم عشان مش عارف الاجابه. هو مش عارف الاجابه، والواحد بيزعل من المناظر دي. مربي له 50 فرخه منهم، بيظهر لك حاله الكويسه فيهم، مش بيظهر لك الحاله اللي بتتعب عنده. حاجه الكويسه يعني الحاله الكويسه فيهم هو بيظهرها. لكن هو متابع معاك الدوره، هو تابعها معاك من اول يوم لاخر يوم، وانت تعرف ان الدوره دي مفيش دوره قصادها. يا جماعه يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، احنا بنعمل فيديوهات عشان خاطر نساعد حضراتكم في ان انتوا تتعلموا. ممكن يكون ان الواحد ما عندهوش وقت شوية ان هو يكتب الفيديوهات بتاعته ويخليها منسقة زي الناس ما بتعمل، عشان خاطر الواحد ما عندهوش الوقت. فاللي انا بقدر عليه ان انا بصور البط والفراخ، واللي هو اللي عندي الموجود عندي اللي انا بربي فيه حاليا. وممكن ابقى بربي في البط وبكلمك عن الفراخ، هو ده اللي موجود عندي اللي انا بربي فيه حاليا. بصوره لك عشان خاطر تتعلم منه. انا بصوره لك عشان خاطر تتعلم منه. يعني انا البط دوت، يعني انا ببيع فيه، يعني انا عندي دوره بط عامله لها 30,000 جنيه. حرام ان اما اصورها اطلعها على النت والناس كلها تشوفها. بس انا بعمل كده ليه؟ عشان حضرتك تتعلم، عشان حضرتك تتعلم تربي 5 تجواز في بيتك ما تخسرش فيهم 1000 جنيه. انا حاطط قصادهم 30,000 عشان الواحد ممكن يخسرهم بعين واحد مش كويسه. وانا والله ما اقصدش حد معين في قلب القناه. يعني القناه فيها 870 مشترك. المشتركين مش بيشاهدوا، المشتركين مش متفاعلين مع القناه.
طب انت ليه تموت القناه؟ مش عايز تشترك يا عم يا سيدي، الغي الاشتراك يا عم، انا الغلطان اللي بعلمك. الغي الاشتراك، ما تعلمش، ده حاجه ترجع لك، حاجه ترجع لك انت. انا بقدم الفيديوهات لاي حد عاوز يستفيد، لاي حد عاوز يتعلم، لاي حد عاوز محتاج اي مساعده في انه البط عنده تعبان، ولا الفراخ، ولا اي طير عنده تعبان، بحاول ان انا اساعده باللي اعرفه، باللي انا اتعلمته، بحاول اساعده بيه. وحضرتك مش ناوي تتعلم. انا اسف اذا كان الواحد دمه حامي، بس انا دم حامي عشان خاطر مش عاوز حد يخسر، مش عاوز حد ان هو يدفع فلوس على الفاضي والمليان. انا مستحرم كل الكلام دون. فحضرتك لو ناوي انك تتعلم، اتفضل اشترك في القناة، اعمل لايك، اعمل تعليق، اسألنا على اللي انت عايز تسألنا عليه. لو ما كانش في عندك اي سؤال، اعمل لنا يا عم تعليق تحفيزي ان احنا نشتغل ولا نقف، عشان خاطر يعني ما نتعبش الناس معانا. لو الناس هتزعل مننا من الكلام ده هو اللي احنا خايفين عليها، يبقى يا عم ما نشتغلش ونقعد عادي. الناس زعلانه خلاص، يبقى ما نشتغلش واقعد. انا اسف على الاطاله وعلى اطاله الفيديو، بس والله العظيم الامر ده يعني كان مزعل الواحد جامد. بس الحمد لله. يا رب الناس تتقبل مننا الكلام وما تبقاش زعلانه. اسف على الاطاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.